السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. معسلة من معسلات رمضان، حلوة لسان الطير. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كتجي مرقة هشيشة ومقرمشة، كتجي يا سلام. اول حاجة غنحتاجو فيها نص كيلو ديال الدقيق فورس خاص بالحلويات. كنضيف له واحد خمارة ديال الفاني، واحد النكهه، وكنضيف ليه واحد رشه ديال القرفه، يعني معلقه صغيره هكاك ديال القرفه، يكون الذوق ديالها زوين وتكون جديده باش تعطيكم واحد النسمه رائعه في الحلوه ديالكم. واحد الرشيشه ديال الملح، ضروري من الملح في المعسلات ديالكم. هنا كندير نص ديال خماره الحلوه، غير النص، ما كديروهاش كامله. الا عندكم كيلو ديال الدقيق كتضاعفوا المقادير. نحتاج 3 المعالق كبار ديال الزيت خاصه بالطياب، وكنضيف كذلك 3 المعالق ديال الزبده مذابه، اي زبده عندكم، زبده ديال البواطه ديال العاديه النباتيه. كندير 3 ديال المعالق كبار مذوبين. وكنضيف هنا كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الماء الزهر. كما كتشوفوا الماء الزهر كيدير لها واحد النكهه رائعه، واحد المذاق كيضيف ليها غزال بزاف، ممكن تستغناو عليه. وهنا كندير معلقه كبيره ديال الخل، ضروري من معلقه ديال الخل، هي اللي كتجيبها هشيشه، ما كتكونش قاصحه بزاف من بعد ما كتقلى. وهنا عندي كاس ديال الماء عادي من الصنبور، ما بارد عادي. وكنبقى نعجن به العجينه ديالي. ما كندير لا بيض لا حتى شي حاجه. هاد الوصفه هذه ديال ماما الله يخليها ليا، هي اللي كانت كديرها بزاف شحال هادي فاش كنا صغار في التحضيرات ديال رمضان. وكندلكو مزيان العجين ديالنا، كنديرو تقريبا واحد 2 كيسان ونص هكاك ديال الماء. كندلكوه، خصو يكون قاصح ما يكونش رطب باش ما تعذبكمش العجينه في الخدمه. من بعد كنقطعوه كويرات بهذا الشكل هذا، وكنبقاو نقادو داك الكويرات بشويه ديال الزيت. كنجيب بحال كتصايبو مسمنات، كنجيب شويه ديال الزيت، كنبقى نقاد هذوك الكريسات بحال هكا وكنحطهم حدايا جانبا، وبشويه كنحاول نديرهم قد قد تقريبا. يعني الا عندكم الميزان ديروا الميزان حسن باش كيجيو قد قد تقريبا في الحجم ديالهم. راها كتوجد دغيا، راه سهله ماشي صعيبه. هاد المعسله ماشي بحال المعسلات الاخرين كيحتاجوا شويه الوقت والجهد. هنا خصكم غير ديروها قاصحه وتدلكوها شي شويه، ومن بعد تكوروها وتخليوها ترتاح بهذه الطريقه هذه. ومني كترتاح لينا واحد نص ساعه تقريبا بحال هكا باش كيطلق لينا العجين على راحته، كنبداو باول وحده. كنطلقها بحال هكا غير نص طلقه، كنطلقها غير شويه بشويه الزيت، وكنعاود نحطها على اختها. كندير وحده فوق وحده، ما كنستعمل لا نشا ولا حتى شي حاجه. اللي بغات تستعمل نشا تستعملو، حتى هكا راه كتجي زوينه واقتصاديه. غير شويه الزيت كتطلقوا، وسهله جدا. وكتحطي وحده فوق وحده باش نيت تخليهم يرتاحوا. حتى كنساليو هاد الكميه كلها ديال هاد الكريسات، ومن بعد كنعاود نرجع لاول وحده عاوتاني طلقتها، وكنبقى نطلق فيها. ها نتوما كتشوفوا اول وحده طلقتها كنطلقها بشويه ديال الزيت. ملي كنسالي كنطلقها بالزيت، كنجيب المقله الوجديه الثقيله. ديك المقله الثقيله كنقلبها، كنحكها مزيان وكنغسلها، وكنديرها فوق البوطه بهذا الشكل هكا، كتكون مقلوبه باش كتسهل علينا الطياب ديال نص طيبه. كنديروا لهم غير نص طيبه، غير يتصهدوا، ماشي بحال المسمن ديال الرفيسه، لا هادو غير يتصهدوا وكتحيدوهم. ما تخليهاش كاع لا تحمر ولا حتى شي حاجه، غير تصهد لك شي شويه من هاد الجهه ومن هاد الجهه وحيديها. ديرها في شي زيف وغطيها بالبلاستيك باش كتبقى رطبه حتى كتكملي الكميه كلها اللي عندك. وكتبقاي مستمره غير بشويه، راه حيت كتكون سخونه المقيله، غير بشويه على صبيعاتك لا تحرقي. بحال هكا كتبقاي تقلبيهم جوج جهات، وكتستمري بحال هكا حتى كتكملي الكميه ديال كلها. وكتجي سهله، كتكون طلقات وارتاحت على راحتها. كتبقاي تصايبي وحده بوحده على راحتك. كما كتشوفوا راه ملي كطيب وتسالي راه يمكن لك تكمشيها بين يديك الورقه، يعني غير نص طيبه، غير كتصهد فقط. هاد الحلوه راه معروفه من زمان بزاف، وكانوا بزاف ديال الناس كيديروها في رمضان وفي المناسبات ديالهم الاعياد وداكشي، حيت سهله ما كتاخذش ليك الوقت وما فيهاش قوه القوام، واقتصاديه دغيا كتوجد ليك. ونص كيلو ديال الدقيق تبارك الله راه كيعطيك كميه. هنا كتشدو هادوك كديروهم في الزيف ديالكم وتغطيهم بلاستيكه، وكتبداي باول وحده كتقلبيهم باش تبداي باول وحده طيبتي. كديري الدقيق ديال الحلويات فورس، كتخلطي مع شويه الماء زهر. انا خلطته مع الماء زهر،
الا ما عندكش مزار خلطيه مع الماء عادي ديال الروبيني عادي، غير باش تسدي الورقه ديالك باش ما تحلش ليك فاش تقلى. وكتبقي عاوتاني ديري الدقيق وكطوي بهذه الطريقه هذه على شكل صيغار بحال هكا، كتلويها مزيان باش ما تحلش ليك في المقله، وكتحطيها جانبا حتى كتكملي كلشي، ومن بعد عاد كتبداي تقطعيها بالمقص باش كتسهل عليك الخدمه. ما تكثريش عليك من الاول تبداي تلوي ومن بعد تقطعي، صعيبه شويه. ديري بحال هكا الطريقه هذه، تبعي الطريقه وشوفي وردي عليا الخبر في التعاليق. وما تنساوش تشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركوش، وديروا جيم الفيديو وتخليوا لي شي تعليق وتقولوا لي الا زقات لكم الوصفه ديالي كي جاتكم. وهنا كتستمروا بحال هكا حتى كتكملوا داك العجين ديالكم كامل اللي عندكم، دوك الوريقات كاملين، ومن بعد كتبداو تقطعوهم بالمقص. هنا غتاخذوا مقص حسن لكم من الموس، اللي بغى يستعمل الموس يستعمل، ولكن كنقول لكم انا الطريقه اللي سهله عليكم، المقص اسهل واحسن، كيسر بكم دغيا. ودوك الطريفات اللي كيبقاو في الجنب كتعزلوهم بوحدهم باش تقليوهم بوحدهم، هذوك تعطيهم غير للوليدات الصغار، دوك الفراتات اللي كيكونوا غير في الجنيبات. بحال هكا كتكملوا كلشي اللي عندكم، وما كتحتاجوا لا تقطاع ولا دليك ولا تعذاب، ماشي بحال الشباكيه ولا بحال المقروط ولا شي حلوه بحال هكا. وهنايا كتسخنوا الزيت، انا درت الزيت في واحد الكاسرونه اللي غارقه، وتكون داك الزيت دافيه غير شي شويه، ما تكون سخونه بزاف، غير دافيه شويه، والعافيه ما ناقصه ما مجهده، العافيه ما تكونش ناقصه بزاف عاوتاني، ما ناقصه بزاف ما مجهده بزاف، بينه وبين شويه باش كيطيبوا على راحتهم، وفي نفس الوقت ما يشربوش لكم الزيت. وإلا كانت العافيه مجهده عاوتاني غيتخطفوا ويجيوكم خايبين، ما يجوش مقرمشين. بحال هكا تبقاو تقلبوهم شويه بالفرشيط، وحده بوحده وحده بوحده حتى كيشدوا هكا التحمير على راحتهم. بهذه الطريقه هذه ملي كيذهبوا بارك عليهم، ملي كيذهبوا راه كيكملوا الحموريه ديالهم في العسل. هنايا العسل اللي وجدت معكم من قبل راني دايره في الفيديو، كديروه فيه راه تبارك الله كيجي لاصق على المعسله ديالكم، حيت كيجي ثقيل وعاقد، وديك اللون اللي فيه كيعطي واحد اللون غزال في المعسله. كتكون المعسلات غير مذهبين، ما كيكونوش طايبين بزاف، وهو كيكمل لهم ديك التحميره ديالهم. وهنا كنبقى نستمر بحال هكا شويه بشويه حتى كنكمل كاع هذيك الحليوات اللي عندي لسان الطير، وكندير لهم الزنجلان وكنقدمهم في واحد الطبيصيل، وكنديرهم في شي بواطه الا بغيت نحتفظ بهم في المجمد لشهر رمضان ان شاء الله. كديرهم في بواطات بحال هكا وتغلفوهم مزيان بالسلوفان وديروهم في المجمد ديالكم وبالصحه والراحه. هذه هي حلوه اليوم، حلوه لسان الطير، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساو تشتركوا في القناه وتخليوا لي جيم. الى الفيديو الجاي ان شاء الله.